السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقائنا اليوم لقاء ممتع ولقاء مختلف عن باقي لقاءاتنا. دائما قناة الشمس الفضائية تلتقيكم بالخير والسعادة، وتلتقي مع الشخصيات، مع العلماء. اليوم طاقة الذهب العالية، طاقة الثراء. اليوم اللقاء متميز، واليوم اللقاء مختلف، ونحن بانتظار دخول الدكتور هاني حمد فايز. أهلا وسهلا بالدكتور، نرحب بيك. منور ما شاء الله دكتور. أهلا وسهلا بيك. سامعني دكتور؟ سامعك. مرحبا يا مرحبا. تمام. يمكن عندي شوية ناصي، خلي بس أخلي المايك يبدأ أسمع زين. أي نعم. يا أهلا وسهلا دكتورنا، منور الشاشة ومنور المكان، ومبين الطاقة الجميلة على كل شخصك الرائع. احنا اليوم سعداء بيك، سعداء بهذا اللقاء الجميل. مثل ما نوهت بالبداية انه اليوم لقائنا مختلف، ولقائنا شيق حيكون للجميع، واكثر شيء النساء أكثر النساء، وما من النساء لا تحب ارتداء الذهب والحلي الجميلة. الذهب هو بطبيعة الحال طاقة اليانغ الذكورية. لماذا ترتديه إذن الأنثى إذا هو كان طاقة ذكورية؟ الذهب من ميزاته الجميلة يعطي للأنثى ويقوي طاقة أناثتها، بل ويوازن طاقة الأنوثة لدى كل مرأة ترتدي الذهب أو الحلي الذهبية. طبعا أكبر طاقة ذهب لترتديها المرأة هي العقد، السلسال اللي يكون عليها، يعطيها القوة، يعطيها الحب، يعطيها الوفرة، ويعطيها الدعم. الزوج الذي يأتي دائما لزوجته بالذهب هنا دا يقوي طاقة الحب بيناتهم، دا يقوي طاقة الثراء. الآن أين نضع الذهب؟ كل أنثى لديها مجموعة من الحلي والذهب بالبيت، تضعها في الشمال الغربي من البيت. هذا يجذب الثراء لزوجها، يزيد من دعم الثراء لها، يزيد من دعم الناس اللي حواليها. طاقة الذهب طاقة هي رائعة، تتمثل هي بأمنا الأرض، وتأخذ طاقتها من الشمس الذهبية. المرأة التي ترتدي الذهب وتحب الذهب وتشتري وتكنز أيضا ذهب تكون امرأة هالتها ذهبية. الهالة إذا كانت الهالة ذهبية، لعلماء الطاقة اللي ينظروا يعني من غير بعيدا عن أي آلات مستعملة للطاقة، عندما ننظر إلى المرأة ونرى هالتها ذهبية نقول هذه سعيدة بحياتها، محبة زوجها، وفية لعائلتها، وزوجها أيضا يحبها. كل مكان بيدها، أقراط بإذنها، تعطي طاقة مختلفة، كل واحد يقوي جزء. فاليوم احنا يعني الذهب إلى يعني كلام كثير، لكن احنا نترك لخبير الذهب وصاحب الذهب وطاقة الثراء العالية. اليوم منورنا دكتور هاني من دولة قطر الشقيقة. أهلا وسهلا. تفضل حضرتك، قدم نفسك أولا. نورك يا دكتورة، معكم هاني فايز حمد، دكتور هاني فايز حمد،
خبير ذهب وصاحب مصنع الماس العسيري المجوهرات. احنا نقوم بتصنيع الذهب وبيع الذهب. نعم. ومثل قالت الدكتورة نشكرها على المقدمة، هاي دعاية انه اشتري ذهب لانه يعطيك طاقة ايجابية. تفضلي. بالضبط بالضبط دكتور. احنا ليش عندنا العادات يمكن العربية او الشرق اوسطية انه نطلب من الخطيب اول ما يتقدم بذهب؟ توجد اكو يعني عندنا عادات ببالنا ظهرت ما اعرف حديثة هي، لان احنا قبل كان الخطيب يقدم ما اجمل ما عنده الزوجته، وهذا كله بالطاقة. لماذا؟ لأن كل ما قدم لها زيادة بالذهب كل ما زاد الثراء عنده. يمكن هذه الناس ما تعرفها، كل ما زاد. لكن مع الأسف بعض الأحيان يجي يتفق مع الزوجة أنه لسوء الحالة المعيشية له أنه راح أقدمه قدام الناس ويحط شرط بعد الزواج أنه يبيعه، أو هو حاط بباله. هنا راح تحدث مشاكل كثيرة، هنا تحدث كثير مشاكل، انه انت ما قدرت هاي الجوهرة اللي هديت لها ذهب، اللي اهلها انطوك اياها بكل حب وبكل صدق. ومع الاسف بعض الاناث اللي تكون طاقتها الانثوية غير متوازنة توافق انه هاي العادات القديمة اللي احنا لازم نوقف مع الزوج، لازم ندعمه. اوكي ادعميه، لكن مو على حساب طاقتك الانثوية اللي راح تأثر على حياتك وعلى حياة زوجك، وبالتالي يقل عنده الثراء. او بعض الناس الاهل يعلمونا لا تطلبين على زوجك وتهلكيه. والله اللي ما مستحق هاي الجوهرة وهاي الماسة لا يجي يتقدم لها، صح ولا لا؟ إذا هو يستاهل هاي الماسة اللي ربيناها وتعبنا عليها وإحنا صرفنا عليها مو بقد ما هو صرف عليها، فلازم يقدم لها. أوكي، ولو الشيء اللي يقدر له البسيط، مهما كان بسيط، هو راح يدخل السرور من طاقة الذهب اللي راح تلبسها. وكل أصبع من عندنا اللي ما عنده ذهب شي يسوي ببيته؟ يخلي تحف ذهبية، أما مطلية بالذهب أو لونها ذهبي. فبالتالي راح يجيب دعم وراح يجيب قوة للمنزل ولصاحب المنزل. طبعا هو أهم شيء صاحب المنزل، لأنه هو طاقة الثراء حتكون هنا، فأنت حتكون داعمة له. سؤالنا دكتورنا العزيز، أنت قلت أيضا الماس. طبعا الماس أنا مسوية حلقة كاملة عن الماس، شلون يقوي طاقة الأنثى. طبعا الماس والذهب يقوي الطاقة الأنثوية عند المرأة، بالتالي تكون معطاءة ومحبة للحياة ومحبة لزوجها. وبالتالي المرأة اللي ترتدي الماس والذهب تكون حنونة جدا وتكون حكيمة، يعطيها نوع من الحكم. احنا نشوف الملكات والهاي يرتدون دائما الماس او اللؤلؤ، يرتدوا هنا ليش؟ حتى تكون ملكة بحق، تكون ملكة بحق. اليوم احنا امام يعني طاقات منخفضة اكثر الناس مع الاسف. شلون نجذب ان الطاقات؟ قلنا من خلال الذهب، من خلال افكارنا الايجابيه. فبالتالي الذهب شو يعمل؟ يعطي طاقه ايجابيه للمراه وزوجها ولمنزلها، ويبعد عنها، يذوب الطاقات السلبيه. دكتورنا سؤالنا هو ليش اسعار الذهب تتذبذب؟ يوم صاعد يوم نازل، يوم صاعد. احنا سؤالنا لك دكتورنا الغالي. الذهب مرتبط بعدة عوامل. نعم. سياسية، نعم. ارتفاع الدولار، نعم. انخفاض الفوائد، البنك نعم. الفدرالي خفض الفوائد، أمور كثيرة، عرض وطلب، الأعياد، المناسبات، نعم. موسم الأعراس، يعني هذا كله يتزود سعر الذهب. اليوم سعر نعم. الذهب يعني وصل
وصل أعلى سعر. اليوم في نزول، لكن سعر قبل 3 أسابيع كان أعلى سعر وصل للذهب في تاريخه. نعم فإحنا الناس تشتري ذهب إذا كان ادخار، لكن إذا استثمار تحاول تكون حريصة وتشوف تتابع السوق قبل ما تدفع. لكن ادخار أي سعر أي نعم سعر دخل، لأنه أنت تفضلت قلت إنه هذا يعطي طاقة وإنه يغني الناس. شلون يغنيهم؟ إنه أي فترة محتاج يكون بين الزوج والزوجة عندهم ملاذ آمن يلجأوا له، يبيعوا الذهب يحصلوا فلوس. فالأفضل إنه يحافظ عليه، مش يبيعه لأقرب فرصة. يعني أنا دائما أقول لا أحد يبيع بالضبط ذهب، لازم محتاج أكل، محتاج خبز ياكل يعيش. نعم غير كذا صحيح الذهب كل يوم بارتفاع. من 50 سنة كان الجرام 6 ريال، بالضبط اليوم بالضبط اي صحيح صحيح. يعني اتذكر عندي يعني قلادة او يعني لؤلؤ، اشتريتها اول ما تعينت، اول ما كملت دراسة كانت كاملة مع الأقراط مع الهاي 12 دينار عراقي كانت. اي اليوم كان اليوم أنا عندي مجموعة كبيرة، أنا أحب كلش أحب الذهب وأحب اللؤلؤ. أنا هنا بأمريكا دكتور سألت عن اللؤلؤ ووديته فحص، طبعا وديته عند صايغ وفحص لي إياه. كل لؤلؤة الكل يعني عقد عندي انطاني اسم إله، يعني إلى أن اختاريت أقوى منطقة طاقية أعمل ذهب وأعمل لؤلؤ بيها. فهذا قال لي هذا اللؤلؤ الحقيقي. احنا عندنا مصنع ان شاء الله بكره، لو نعم عندك شيء تبي نعم ما أعرف، يمكن انقطع البث عندي شوية الصوت. عيد دكتور. فممكن نسوي لك يركب اللون على الذهب يطلع شكل ثاني، يعني نعم تغير الشكل. دائما انصح نعم البنات والحريم ما يبيعوا. اذا انت تبي تغير الشكل جيبي ذهبك ونعيد صياغته، نفس الذهب اللي عندك نعيد شكله ويكون تدفع مصنعية، لا تدفع قيمة ذهب. تمام، حلو دكتور. هذه كلش عجبتني الفكرة، وهسه البنات كلهم يكيفون. يصير احنا هسه اني بامريكا، قسم بالعراق، يصير نبعثه على الدي اتش ال. لا شيء يعني يوم كذا تغير الجو، تمام يوم ما يكون وذر فيري كولد، لان الوذر حد معتدل في قطر. اكيد حلو زيارة اسبوع 10 ايام تغير الجو وتغيري ذهبك تسوي شيء دكتور. جديد. صحيح، كثير خسرنا بالذهب من اروح ابدله، يعني اتعجب. يعني اني دائما أنا ألبس الذهب، دائما أحب ألبسه، يعني دائما هو وياي، لأنه أنا أعتبره هو الصديق المقرب إلي. يعني إحنا نعم طاقيا من إحنا نتمسك بصديقنا هو يتمسك بينا. إحنا عندنا بعلم الطاقة، فأنا يعني أحبه دائما، يعني ملتزمة وياي، يعني لابسته أبد ما شو اسمه. فهذا نعم كل ما زاد ذهبها كل ما زادت ثروتها. بالضبط يعني بالضبط تتمسك بالشيء اللي نعم تحس فيه بالأمان. بالضبط. يعني الشيء اللي تحس فيه بالأمان اليوم هو الذهب. آه الذهب نعم. بس أهم شيء تحافظ عليه ما ينسرق. دكتور، احنا طاقيا احنا نتكلم عن الطاقة، نقول كل ما حبيت الشخص، حبيت السلعة، حبيت الشيء وما تحب تفرق به، هو يبقى وياك، تحافظ عليه من سرقة، من ضياع، كل شيء يعني بالكون. يعني فإحنا دائما يعني أنصح النساء، أنصح الجميع أن يسوون امتنان لحاجتهم الذهبية، دائما ممتنين إلها،
مو اني شو وقت يعني دائما انطيها طاقات واقولها شو وقت ما اني احتاج راح ابيعك، لا راح يزعل ويضيع. انا كثير مره وحده من النساء اتصلت بي من الكلايم اللي عندي، قالت انا دكتوره ما اعرف وين ضميت ذهبي واجوني ناس واعتقد انسرق الذهب. قلت لها هل نويتي يوم من الايام تبيعيه؟ قالت اي طبعا انا خالته الحاجه. تشوف هنا الخطا، هنا الخطا، راح يصير الحاجه يمكن احد محتاج واخذه. فقالت والحل شنو؟ قلت لها لا تبلين احد، الان شو تسوين؟ الان تكلمي معاه، لان كل شيء خلق رب العالمين الى طاقه والى تنفس والى سمع. فتكلمي وياه واعتذري له وقولي له يا ذهبي انا احبك واني ابد بعد ما افرط بيك، وان شاء الله يعني انت وين حاكيني. لو موجوده الدكتوره كان هسه قالت اي والله. بعد مرور 3 ايام اي خابرتني فرحانه، قالت دكتوره لقيت ذهبي بمكان انا ضامته وناسيه وين تهباعي. فلا تعيديها بعد، زودي روح اشتري له بعد زياده وانطيه فرحه، انطيه فرحه حتى يفرح الذهب بي يعني بيك. فان شاء الله دكتور هذه كلش المعلومه حلوه، انه نجي يمك ونغير شكل الذهب، لانه احنا شو نسوي؟ نودي للصايغ نبيعه ونشتري جديد، فراح هوايه نخسر من عنده. لا لا، الذهب هو ذهب، يعني في أي وقت في نعم أي أنت تعيدي تشكيله. أعيد. يعني نعم ممكن 100 جرام تعيدي تشكيله تخسر نص جرام تصير نعم 99 بعوامل التذويب، نعم لكن دم يرجع جديد يعني. ما شاء الله ما شاء الله حلو. دكتور هنا شنو ننصح النساء حتى يجيبون طاقة الثراء والوفرة لنفسهم؟ هل يشترون صكوك ذهبية لو يشترون حلي؟ يعني شنو الأحسن هنا؟ دكتورة حسب، أنا طرحت قبل فترة نعم وكانت إنه الذهب استثمار ولا ادخار. نعم إذا كان استثمار أنا أفضل السبيكة، أها وإذا كان ادخار أنا إيه أفضل بعد السبيكة. نعم لأنه يا دكتورة الحلي بعض نعم الناس عليه زكاة. لازم الزكاة زكاة. يقول بالعكس، أنت تدفع 2.5% زكاة، هذه فايدة لك في الآخرة، يعني أنت استفدت في الدنيا. بالعكس أنا مع الزكاة دكتور، لأنه الزكاة تكثر المال. وأنا مع ذلك، فأنا دائما نعم أقول حسب. اليوم أنا بدخر والبس اشتري مصوغات ذهبيه، نعم ادخر واستثمر اشتري سبائك ذهبيه. نعم اليوم السبيكه اليوم انت تشتريها إيه عباره عن نعم 24 عيار 24 الذهب. إيه ال 24 هي 24 وحده، اذا كان بالضبط. حوالي 18 حتستفيدي 25 جرام في ال 100 جرام، 25%. نعم واذا حولتي 21 حتستفيدي 12.5%. ففائدة السبيكة حلو انك صغار. حلو بس بعض حلو دكتور هاي المعلومات. بعض هنا دي تشتري طلابي يريدون الرابط، فهسه أرسلته لهم. بعض الأوقات نعم بعض الأوقات أنت يا دكتورة نعم تشتري ذهب مشغول ممكن تحصليه بسعر الذهب الخام. لما يرتفع الذهب احنا كمحلات صاغة أو مصانع ممكن نبيع بدون مصنعية. أنا عندي كمية ذهب أبي أكيش، فبيعك إيه بسعر الذهب لأنه اوريدي مرتفع، فأكون أنا ها استفدت المصنعية من ارتفاع قيمة الذهب. نعم حلو حلو حلو. هاي المعلومة جدا عجبتني. يعني نشتري هذه، نشتري نجي من عندك. طبعا أنت عندك مصنع، أنت اللي تصنع الذهب. آه، سامعني دكتور؟ شوية البث انقطع من عندي. تفضلي عيدي لو سمحتي.
عندك مصنع أنت تصنع الذهب صحيح حضرتك. صحيح. نعم. مع الماس ممكن عندكم زين. مع الأحجار الكريمة، أي قطعة تبيها نصنع لك إياها. تمام. أحجار كريمة عندكم دكتور؟ عندي أحجار، أنا هاوي، أنا أنا أحب الأحجار. شوف أكو أني جدا أحب إن شاء الله تزورنا بالولايات المتحدة الأمريكية بولايتنا أريزونا. عندنا أكبر مكان للطاقة للأحجار اللي سامع بيها سيدونا، بها جامعة للطاقة أيضا. أني أذهب يعني بيتي مليان أحجار، عيادتي مليانة أحجار، بكل مكان حاطة أحجار كريمة أروح أجيبها من المناطق اللي بيها أحجار. أي حجر تحبي؟ أنا كل الأحجار أحبها. عندي الأماتاس كلش أحبه، البنفسجي اللي هو يقوي شاكرا، لأن أنا أعالج بالأحجار، يقوي شاكرا التاج. أحب الفيروزي أيضا عندي. أحب اللؤلؤ، أكثر شيء عندي لؤلؤ أني يعني كحلي، بس لا كأحجار لا، عندي أنواع الأحجار. حتى عندي كورس هسه أنا دا أقدمه اسمه كنز الجوهرة الخفية، إنه داخل أجسادنا رب العالمين خلقنا من الجواهر الثمينة، إحنا خلقنا بأحسن تقويم. فهذا الكورس ننظف هالتنا وننظف جسدنا، رح نلقى نتفاجأ أنه إحنا مخلوقين من الأحجار الكريمة، إحنا مخلوقين من أجمل شيء بالكون، لأن رب العالمين يعني هو اللي خلقنا، فخلقنا بأحسن تقويم. فكلش أحب أني عندي مجموعة يعني أعالج بيها كل جزء بالجسد إلى لون، وأخلي إلى الحجر اللي هذا طبعا هو الماس أقوى حجر أكيد، أو من عندك نعرف شنو أقوى حجر؟ والله اليوم في حجر اللي هو التزنيت، نعم أعتقد هذا آخر حجر انكشف، اللي هو عدة ألوان، نعم هو موجود فيه. بس أعتقد أنه حجر جميل جدا جدا جدا. نعم. الروبي حجر الروبي اللي هو من أنواع الروبي السفاح. إيه أنا كلش أحبه. إيه عندي عقد روبي وعندي خاتم روبي أيضا. قطر العناب نحبها، فالروبي لونه عنابي. نعم فعندك حلو. السفاير الأصفر الأزرق الأحمر، هذول من نعم هذول الأشجار اللي نعم قريبة من الماس في الطاقة يعني، اللي هم بالضبط. العنبر دكتور، العنبر أيضا أنا خاله عقد يعني هنا أنا دائما هذا ما أنزعه اللي هو العنبر. هذا يسحب الأمراض من الجسم، فأنا دائما بالضبط يبعد عن القديم المستعمل، يركزوا على الجديد، على لأنه الجديد. بالضبط ساحب أمراض من أشخاص ينتقل لك. بالضبط بالضبط. أي عندي طريقة أني أنظف أي شيء يعني. عندي طريقة أعلمهم كيف ينظفون الذهب القديم الملبوس أو الأحجار، ينظفوها. أني أرقيها أيضا مع النظافة، أرقيها بالقرآن. أيضا نسينا نقول أنه الذهب هو دكتور يعالج المفاصل، آلام المفاصل. المرة اللي ترتدي الذهب تكون آلام مفاصلها أقل عرضة لآلام الالتهاب، خصوصا التهاب المفاصل. طبعا ليش احنا نقول المرأة؟ لأن الرجل ما يجوز يلبس الذهب، صح ولا لا دكتور؟ لأنه هذا راح يأثر على طاقته. حرم عليه. أنا أعتقد من أسباب التحريم أن الذهب والحرير يخلي الرجل شوي ناعم، يعطوه نعومة، فرب العالمين حرمها عشان يكون الرجل رجل، المرأة اللي تكون ناعمة. بالضبط بالضبط. راح يكون تظهر عليه آثار الصلع مبكر، راح تأثر على الخصوبة وطاقة ذكورته أيضا. راح يكون صوته أخشن من الطبيعي، تأثر عليه.
لأنه هذه طاقة الذهب راح تدخل إلى جلده، وبالتالي تنتشر إلى كل أجزاء جسده بالهالة مالته. إيه. دكتور زين، الآن إحنا يعني تعرف انتخابات بالولايات المتحدة الأمريكية حديثة، وهل رئاسة رئيسنا ترامب حتأثر على الذهب وهو طاقة ثراء؟ والله هو أول ما نجح نزل سعر الذهب، شوف لأنه ارتفع. نعم ارتفع الدولار، بارتفاع الدولار نزل الذهب. بس أنا أتوقع الأيام الجاية هيرتفع الذهب، لأنه حيصير استقرار. نعم ترامب بزنس مان، يعني هو بالضبط. تاجر، هو راعي، يعني من صالحه عدم تخفيض الفائدة. أنا أعتقد شهر 12 كان في تخفيض فائدة، وأعتقد أنه ما بيخفضوا شهر 12، حتتحول لشهر 3 اللي هي 25%. نعم فهذا يعني هيساعد على نزول الذهب شوي. فأعتقد شهر 3 2025 هيكون ارتفاع كبير في الذهب، يعني نعم نتوقع فوق ال 3000 دولار للأونصة. بس فرصة اللي شرى بالغالي يشتري رخيص نعم ويعدل محفظته. يعدل. لما ينزل حلو. يشتري في الوزن، في السعر، يكون آخر شيء نعم عنده تعديل في المحفظة. بالضبط بالضبط. دكتور، أنا مرة كنت بمنطقة بأمريكا، شفت أكو مجموعة فنادق ترام. تعرف شو يسموها، القطع أو القارمات اللي مكتوب عليها الاسم، كلها ذهبية، كلها ذهبية. فكان ابني معايا، قلت له من أقول لكم طاقة الذهب طاقة الثراء تقولون لا، منين دا تجيبين هذا الكلام؟ باعوا. هذا رجل ثري ويحب الثراء، وفعلا احنا بوقته من وقت حكمه كانت أمريكا تعيش حالة ثراء يعني قوية. كل شيء كانت عنده. رواتبنا كانت عالية، الطلاب المدارس انطاهم رواتب، الأطفال يعني توزعت علينا حتى فلوس أكثر كانت عندنا. السفر مالتنا كثر. ليش؟ لأنه رجل طاقة ثراء. احنا ما ردنا ندافع عن، يعني بعيدا عن السياسات، بعيدا عن كل شيء، احنا هنا دن نأكد على طاقة الثراء فقط. وهو موضوعنا اليوم طاقة الثراء وطاقة الذهب، وشلون نجذب، كيفية جذب طاقة الثراء إلى أنفسنا. كل إنسان من عندنا دكتور هو يحب أن يجلب لنفسه طاقة الثراء. فطاقة الثراء هي تجلب كل شيء للبيت، للأسرة، للنفس، نفسنا. فإحنا إذا طلعت طاقة الثراء من عندنا راح تاخذ كل شيء، راح يروح وياها. بينما من تأتي طاقة الثراء راح يجينا كل شيء إحنا رايدي، إحنا راح نجذبه إلنا. أنا أعتذر عن اللي دا يكتبون، ما دا أشوف زين، الكتابة بيضة. حبيباتي وصديقاتي اللي يريد عنده سؤال اكتبوا لي على الخاص حتى أقرأ على التليفون الثاني. طيب، هاي شو تقول؟ ممكن دكتور المستشار ملاحظة تفعيل المحتويات وتقصد تصدير أو مشاركة مع شركات أمريكية. أكثر صديقاتي يسألون يريدون الدكتور يفتح فرع بالولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد هذا السؤال شوية الهاي بيضة، مدى أشوف زين. والله دكتورة، احنا نبيكم تيجوا قطر. إن شاء الله. يعني انتوا من زمان في امريكا وما جيتوا قطر. احنا قاعدين بنسوي دعاية إن شاء الله. تحية لقطر. يلا ألف تحية لقطر. دكتور سوي لنا فد شي، سوي لنا فد مؤتمر، سوي لنا فد شي وإحنا حاضرين نجي. أنا ذاك اليوم تعرف حضرتك كنت بدبي وكنت بالعراق أيضا. أنا أحب قطر، أنه مو يعني قدامك، أنا عشت بالبحرين سنين،
فكانوا جيراني بالبحرين، ألف تحية البحرين العربية، مملكة البحرين، كانوا يحبون قطر، دائما يقولون بحرين قطر قطر. وقطر يعني بينهم نص ساعة طيران. اي احنا اي نكلمك يا دكتورة، انت خذي عندك ارقام اي واحد يتواصل معاك نعم وانت من قطر، اي مساعدة في مجال الذهب والصناعة، تمام التجارة، حتى انه ياخذ بكرة ايجنت للماسة في نعم امريكا، ممكن يعطيه ايجنت من مصنعنا، يعني يكون هو وكيل يصنع وياخذ لامريكا. احنا تمام لليوم بدايتنا في قطر، فاحنا ممكن نساعد اي شخص، حتى اللي نعم هو حتى المصممات اذا تبي تصنع ذهب تسوي براند باسمها، نعم. مستعد نساعدها يعني. أنت مستعد يعني إن شاء الله، ممنونين لهذا. نوجه تحية لصاغة الذهب بالولايات المتحدة الأمريكية كافة، أن يتواصلوا مع الدكتور، راح أخلي رقمه أو التواصل معي حتى يكون تعاون. وأنا شايفة يعني شايفة أنه أنت عندك ناوي تعمل شيء خارج قطر وراح تربح بيه. أنا أهنيك وروح بهذا الموضوع، إن شاء الله تكون من أثرياء العالم يا ربي. وكنا نريد الثراء كنا. ان شاء الله. إن شاء الله. أنا أيضا أحب الثراء. ثراء شو تسوين بيه بعد؟ أنت كبرتي، أنت وصلتي عمر، أنا بعدني أعمل الحمد لله والشكر. والثراء اللي أريد أسوي أكبر مدرسة إسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية. أريد أكبر مدرستي الصغيرة وتكون أكبر مدرسة بالولايات المتحدة الأمريكية وبكل العالم، وتصير جامعة. يجي الطفل يتخرج من أول ابتدائي إلى أن يصير دكتوراه، يتخرج من هذه المدرسة الجميلة. الله يجزيك خير. الله يخليك. ويعني تركز يا دكتورة على اصحاب الاحتياجات الخاصة، يعني السمع، النظر، في مسلمين بالضبط. يعني فيهم مشكلة ان تدرس الفئة. انا اليوم في مصنعي عامل جزء نعم مدرسة تعليم اصحاب الاحتياجات الخاصة، صناعة الذهب ما شاء وعشان الله له بكرة وظيفة ما شاء الله عليك. يكونوا والله يصمم. بميزان حسناتك هذه. وأنا حاضرة معاكم أونلاين أسوي محاضرات. أنا عندي دكاترة اثنين أخصائيين. عندي دكتور ظافر صالح هنا بالولايات المتحدة الأمريكية، ذوي القدرات الخارقة، يقدر يعالج أكو مرض هو وراثي، يكون يبدي الشخص الطفل يبدي عمى بسيط يبدي بيه، كل ما يكبر يزيد العمى. فهذا الدكتور يعالج عن بعد هذا الشيء، ما شاء الله. يعالج عن بعد. وأنا يعني هو يشتغل معايا بالأكاديمية، أنا تعالجت عنده، وهالقد ما عالجني من جرثومة المعدة، من الشقيقة، من السياتيكا، من مفاصل. درست عنده وتدربت على إيده، والحمد لله أنا عندي طاقة بإيدي أشافي المرضى، بس هو يشافي عن بعد، يعني هيك القدرة عنده. فهو تحت يعني. والآن دا نعالج إحنا أطفال التوحد وأطفال فرط الحركة، ونجحنا الحمد لله والشكر أنا وياه أن عالجنا عدة أطفال. يمكن بمؤتمر دبي أنا ذكرت عنه. عندي أيضا ألف تحية دكتور ليث العزاوي، أيضا دكتور يفيدكم بقطر. هذا يشتغل على يعني شلون لاعبي كرة القدم، لا يعني الرياضة. أو أنت حضرتك أيضا تحب الرياضة، أنتوا قطر يعني عندكم عشق للرياضة، حلو جميل. يوم سنوي خاص بالرياضة، يعني هاي من سمو الأمير الشيخ تميم، نعم الله يطول عمره، الله يطول بالك. أمير الوقت، نعم إن هذا اليوم الرياضي بيكون إجازة لكل العالم، نعم وكل واحد يطلب اليوم، هو كل يوم يمارسه، بس هذا اليوم نعم
دا تسأل عندي معاونتي يمكن بالعمل هي دكتورة عبير، يمكن دا تكتب دكتورة عبير رقم الدكتور عندي. ممكن أن تقول يعني ممكن نستورد من عنده. زوجها يعمل بشركة أمريكية كبيرة، ممكن يعمل معك وأي أحد. لكني إي صح دكتورة، أنا أعتذر مدى أشوف أهلا بمحاميتنا، محامية شركتنا دكتورة تالار، لأن دكتورة عبير معاونة الأكاديمية. تقول ممكن رقم الدكتور عندي، ممكن تتواصلون وياه، وأنا من أخلص أيضا راح أخليه على الشاشة، أو تحبون التواصل معي دايركت أو شنو تحبون أني أوصلكم مع الدكتور هاني. يعني هوايدا يكتبون هنا يريدون رقمك حتى أنه يتواصلون معك حول الاستثمار، حول فتح فروع هنا، حول مصنعية. يعني أنا أعتذر جدا حبايبي، ما دا أشوف زين الكتابة كلش بيضة. الله يبارك بعمركم. شكرا دكتورة عبير، وجودك الجميل معنا. تمام تدللين. دكتورة سالي، أهلا بطاقة طاقة الثراء. دكتورة سالي أيضا معاونتي وحبيبة قلبي، هي تحب طاقة الثراء، جبت لها من دبي. رحنا محل كان كبير جدا وطلبت أن أشتري لها قلادة وفرحت كلش بيها. اليوم يا دكتورة أي نعم. واحدة، بأي موديل، بأي تصميم، بأي شيء هي ممكن تخربش، ترسم بيدها خرابيش، نحول لها إلى ذهب. أي واو. فكرة تبي؟ حلو والله. هذه فكرة دكتور ممنونة، هذه فكرة ضفتها إلى مجال عملي. يعني عيد الفكرة، خلي يسمعوها. أي شيء تريد شوية توقف. ذي الأسد نسوي لها يعني نعم. أي شيء يكون يونيك بيس. تعرفي في أمريكا الشيء لما تكون قطعة واحدة في العالم يكون شيء مميز، إن هذه بالضبط. المرأة مو لابسة لها القطعة. تمام. بس إحنا نحولها لرسمة، لصورة، حلو. وتكون حلوة هاي الفكرة دكتور، كلش عجبتني. في العالم اللي هي تملكه، يكون عليه اسمها One Piece for One Piece. تمام. حلوة هاي الفكرة. يلا دكتوراتي، يلا حبيباتي، يلا انتوا ايضا دكاترتنا. كل واحد شو يهدي لزوجته، خليها ترسم وانت تهدي لها، راح تزيد طاقة الثراء عندك، راح تزيد طاقة الثراء عندك يا رجل. فهاي الفكرة كلش حبيتها مع الدكتور. عيد لنا اياها دكتور، عيدها خلي يسمعوها. أي واحدة خاطرها بفكرة بس نعم. ترسم تخربش الشيء، وإحنا نحوله لحقيقة. أي حلو. قطعة في بالها ممكن شافتها in the dream ما تقدر تشتريها بمئات الآلاف، نعم. نحولها إياها بأرخص أثمان. تكون هي قطعة ممكن تكون فيها أحجار، فيها لولو، فيها ذهب، حلو. نحولها إياها بأقل سعر. هنا يقول الأحجار منورة. شكرا جزيلا، شكرا. دكتور، إذن أني أول وحدة أريد ماركة لكنز الجوهرة الخفية. أنا راح أريد من عندك ماركة حتى لو تكون بسيطة، بس أنا دائما أحب الفخامة. يعني العقود مالتي الهاي أنا أحبها تكون فخمة. وأخلي بيها ماس دائما. شوف أنا كل يعني أشتري أشياء مميزة وتكون بها ماس أخلي. إيه. نعم. ماس حجر ممتاز، بس أنواع الماس نعم. يعني فيها كثيرة من الماس. في بالضبط. شوف أنا أعرض عليك هذا
هذا هذا شغلي أنا، هذا حلو. الكفلن واو، حلو، ما شاء الله. 7 حلو. قراط، حجر قراط. ما شاء الله، حلو. ما أدري واضح عندك؟ أي ما شاء الله، جميل جدا جدا جدا. يعني هذا أنا كنت عندي ألماس، حاولت أحبها، إيه حاولت أحولها لكفلن يكون في إيدي. إيه الماس كل ما حجمه كل ما زاد قيمته. طبعا. كل يعني في في اس مثلا دي كلر ممتاز. انت ممكن ما تقدر تطلع بمبلغ كاش من امريكا مثلا لاي دوله اكثر من 10,000 دولار. ممكن نعم. انت بروش ماش في الماس ب 800 الف دولار او مليون دولار. انت واو. تحطيه هنا تلبس. يكون حبات كبيرة، تبيعيه في أي دولة بالعالم طلعتي مليون دولار بدون ضرائب بدون شيء. بس لا يقول أن أهربهم الضرائب. لا، مو تهريب من الضرائب. مرات يعني بالمطارات، يعني اكو ناس ما اعرف تحب تمزح، تحب فضولية عندها. مرة كنت راجعة يعني من احدى المطارات، ف يعني قسم لابسته ذهبي وقسم احجار حاطته آه، حاطته بالجنطة. فكان يقول لي يعني ايش دهوة هالقد حاطة ذهب انتي شايلة واحجار؟ هاي كلها من يعني اشتريتيه من بلدنا؟ قلت له لا، هذا ملكي، اشتريه من اي بلد كان، وعندي اوراق، يعني انا ما مشتريته من عندكم. اي. فراح يعني قال بس نشوفه، يعني شنو هذا قلت له أنا أشتغل بالأحجار الكريمة وأعالج بيها، فأنا عندي يعني أحبها كلش، أحبها الأحجار. يعني أعتبر نفسي أنه تعطيني طاقة، يعني تساعدني أيضا على العلاج. وبالفعل سويت براند، سوينا أنا ودكتورة سالي. جبنا مجموعة أحجار كريمة، وجبنا شموع، وجبنا زيوت عطرية اللي تساعد. وسويت بيها براند خاص بي، وسويت بيها. دكتورة حابة تعرف عن الياقوت؟ دكتورة، هل صحيح ليس هناك أصلي؟ لا، شنو هو الياقوت؟ هي صارت الزمرد والياقوت تقول هل؟ زمرد أشكال وألوان. نعم. طبعا الكولومبي اللي هو أغلى شيء، في هندي، في أفريقي. نعم. بس كل ما كان شفاف يكون كل ما كان شفاف يكون أغلى. أنا أعطيها أها. طريقة في البيت تقدر تفحص الزمرد. شلون؟ ممكن تجيب مسمار حاد أي. يكون حقير وتحك الزمرد. إذا انخدش هاي مش زمرد، إذا نعم. ما انخدش هاي زمرد. نعم. طريقة جدا. حلوة. سمعتي دكتورة سالي يقول لك هاي الطريقة شلون تشوفين؟ لا، اكو حقيقة للزمرد والياقوت. لا، شوف موجود اكيد. رب العالمين حتى اي. ذكر القرآن نعم. أن هذه الأحجار صنع رب العالمين الجميلة هذه. وهذه طبعا. انصنعت في أقصى درجات الحرارة. يعني الألماس فحم تحجر بدرجة حرارة صار ألماس. هذا كله برأية رب العالمين عشان سبحان الله. الناس تتجمل. بالضبط بالضبط. حتى أواني الجنة فيها نعم. أحجار كريمة. يعني إذا أنت قريت بعض الصور اي. تبين نعم. أنه فيها أحجار كريمة جارك فيها. بالضبط. فالزمرد هذا هذا لما رأي حجر الأخضر هذا كل ما كان شفاف وواضح كل ما زاد ثمنه وكل ما كبر حجمه. أي حجر أصلي ما ينخدش. حاول تستخدم بالضبط حاد، إذا انخدش هذا مغشوش. بالضبط. اليوم حتى الألماس يصنعوا يحطوا فيه
كربون، بعض الألماس صناعي، فلازم ترجع لمختبر جيد ومعتمد. أي صحيح. فشفتي دكتورة سالي أنه كيف راح تعرفين أنه هذا الحجر أصلي أو حجر يعني هو مو مزيف، وإنما يكون أعتقد درجاته تكون خلال التصنيع أو خلال شوفي، صح؟ الأصل المصنع مش حجر. نعم. مصنع قزاز مصنع، انت تجيب الرمل تحطيه بحرارة يصير قزاز. أها. فالحجر حجر، ما نعم. في درجات نقاوة، في بس درجات للوضوح. بالضبط. بالضبط. لكن الحجر حجر الأصلي، المصنع هذا غير الحقيقي، عبارة عن مزيف. نعم. أنا عندي هنا عندي كثير يعني أخليه بالكريستال الأحجار هذه من أروح أجيبها. يعني أنا مرة أروح عند مراية أمريكية ولاحظتها دكتور شلون يعني هسه مثل هذه حجرة أو هذا عندهم كلش غالي الأسود. ورحت على منطقة هنا اسمها مدينة الكاوبوي. هسه إن شاء الله أرسل لك الفيديوهات اللي أخذتها. يعني مصنعين الأشجار بشكل تحف، كراسي، طاولات، ثريات، حلق وأشكال حلي للنساء. المحل يعني تحفة تحفة. فأنا شفتها علمتني الطريقة. هي هاي المرة صار لها يعني 50 سنة تشتغل بالأحجار، وهي أيضا مثل اختصاص هيلينج، يعني تعالج بالطاقة بالهيلينج. فكانت تسوي هالشكل وتحكها بسنونها. هل صحيح هاي الطريقة دكتور؟ والله كل واحد هي ممكن تشوف عليه طبقة صبغ. انت اللولو الصناعي تحكيه باسنانك يطلع الصبغ اللي هو المزيك. أي فهذا نعم. طرق أي اللولو، أي اللولو عرفت شلون. للحجر المصري. أهلا دكتور ليث، شرفتنا. دكتور ليث دكتور ليث العزاوي اللي قلت لك عليه هو اختصاص حيفيدكم بالرياضة، يشتغل. حياك الله دكتور ليث، وإن شاء الله تتعرف على دكتور هاني بإذن الله تعالى. وهو يشتغل على مجال الرياضيين ويعزز قدراتهم أكثر. أكثر اللي أخذوا الجائزة الذهبية والبرونزية هو من تدريب دكتور ليث، اللي هو الوحيد بالعالم عنده هاي القدرة الخارقة. عنده هاي القدرة الخارقة اللي يشتغل على الموجات الصوتية للإنسان، وعنده بحوث علمية وعنده اختراعات، وعنده أيضا براعة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور هسه عندي هذا الحجر، شوف شنو عدة ألوان بي. هذا طبعا من جبال سيدونا. شوف لاحظ، أخضر فاتح وأخضر طوخ وأخضر. سبحان الخالق، هذا شوف رب العالمين في خلقه. هذا لو قصنا لك اياه وحولنا لك اياه ما شاء الله تطلع فيري جود. دكتور عندي هواية، عندي سلات كبيرة من الأحجار. عندي سلات، عندي يعني هالشي. عندي حاطتهن على شكل، هسه أشوفك بالبوفية، حاطتهن على شكل أضوية أيضا، يعني ناحتيهن. ناحتيهن. عندي هاي الفيروزي من مكة المكرمة. عندي هنا عندي هذه أشعل الضوء هنا.
لاحظ هذه على شكل الحجرة، على شكل ضوء. حلو، هي برازيلية. اي هذا هذه شكل ثاني. برازيل، هذا هي اي عبارة عن لحم متحجرة. اي عندي هذه الحجرة ايضا. شوف هذه الحجرة ايضا. عندي هنا انواع كثيرة من الاحجار، هذا كله لؤلؤ، كل واحد شكل ياباني. عندي هذا الأماتاس، هذا حجر من الجبال جبته. هي أشوفك إياه عدل. ما شاء الله. أي هذا كلش أحبه. فإن شاء الله أنا وياك نختار فد براند خاص بكورسي الجديد اللي هو سميته كنز الجوهرة الخفية. إن شاء الله من ذوقك تساعدني كيف أعمل براند بهذه جوهرتي إن شاء الله. سهل إن شاء الله، مو بصعب. تسلم تسلم تسلم، ممنونة منك دكتور. دعواتنا إلك بطاقة الثراء والصحة والسعادة والهناء، وكل العالم ننثرها مننا، وطاقة سماح أيضا. سؤال، ما أدري إيش كاتبين. استخدام دكتور الدكتور ليث هو استخدام الإدراك فوق الحسي في تعزيز الإدراك الرياضي اختصاصا. ما شاء الله. أي، وهو الوحيد بالعالم كله، وعنده براعة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية، وحضر هنا مؤتمرات، لكن هو يحب يخدم الدول العربية يعني. إن شاء الله ويجعل دخل للدول العربية. الله يخليك يا ربي. احنا يعني يعني يؤسفنا انه اكثر علمائنا هم هاجروا وخدموا البلاد الاجنبيه، لكن هذا مو بيدينا. احنا لقينا تربه خصبه عززت هاي القدرات وشجعتنا اكثر. هذا السبب لهجرتنا يعني. ولا بلادنا العربيه، قلت لك انا عشت بالبحرين، من أجمل دول العرب اللي زرتها. أنا ما زرت قطر صراحة، يعني مو كزيارة، كعيشة، يعني كعيشة وكإقامة يعني تسهيلات عندهم، وعندهم شغف وحب للشعب العراقي أيضا. يعني هذا اللي لاحظته بي. دكتورة، لو ما رحت أمريكا ما فتحت مدرسة تعلم الإسلام صحيح، وتنشر بالضبط اليوم. ربما بعض المشاكل والبلاوي اللي تصير بدولنا العربية بالضبط. خلت المسلمين يروحوا أوروبا بكثرة. اليوم طبعا في عندكم ولايات أمريكية، نعم، الرؤساء عرب مسلمين يعني. بالضبط نعم، إيه بالضبط صحيح. هي رب ضارة نافعة. صح مرات إحنا نقول إنه إحنا يعني ليش هاجرنا، ليش سافرنا، لكن هو خير إنه أنا قلت نعم. رب العالمين له حكمة في هالشيء يعني. بالضبط في أوروبا صلاة في الشوارع، أمريكا نعم، صلاة الجمعة يعني شيء مهول من عدد الناس المسلمين. هاي بالضبط. حكمة كل إنسان، رب العالمين يخلقه ببلد ويموته ببلد، يعني هاي مش بإيدنا. لا يعني صحيح، أنت اليوم ولدت في العراق، سافرت البحرين، ما كنت متوقع تكوني في الولايات المتحدة. اليوم في الولايات المتحدة ما تدري، يمكن تجينا في قطر، تعيشي في قطر، الله والله أعلم. يا ريت يا ريت، يلا يا ريت استقبل استقبل. رب العالمين يعني هو اللي كاتب هالشيء. ان شاء الله ان شاء الله زيارة ان القطر، وان شاء الله استقبل هذه الدعوة المباركة من حضرتك، وان شاء الله اكون
كلش أحب أعيش الدول العربية، يعني صح أنه هذه حلو بلدنا وعطتنا، لكن واحد يبقى يحن للدم العربي. الوجهة السياحية أكيد. خلوها قطر، لأنه اليوم قطر جوها حلو، فنادقها حلوة ما شاء الله. وشوارعها بعد كأس العالم. يعني احنا عندنا أفضل الكواليتي كهوتيلز 7 8 ستار، يعني ما بتلاقيه يمكن بلاس فيغاس بس. تمام. فعندنا حتى مطاعم متنوعة، الأسعار رخيصة. ما شاء الله. أتمنى أن تكون وجهتكم، يعني إن تسوي شاء الله. دعاية. نويت إحنا بالطاقة دكتور، بالطاقة ما نقول نتمنى، التمني من المن. فشو أقول نويت أن أزور قطر وأعيش فيها. أنا يعني أبيك تنوي تسوي حلقة عن قطر، نعم حلقة عن قطر، إن شاء الله. وتتكلم يعني عن الدولة هذه الحبيبة. إن شاء الله إن شاء الله، دولتنا الشقيقة الجميلة. قلت لك أنا حبيت قطر من كلام تتذكر يعني بعد 2000 ما أعرف إيش قد صارت فد مشاكل العالم كان ما يعرفها، فالبحرينيين يقولوا لي لا هاي قطر، هاي قطر، هاي قطر تجنن، هاي قطر. ما تسمعوا أي شيء مو حلو، كل شيء اسمعوا حلو عن قطر. بهيجي كلام كنت أسمع. العالم 2022 قناة الجزيرة مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية نعم قطر. هذا رفع اسم قطر في جميع دول العالم. يعني فأنا أتمنى يعني أنكم تيجوا إن وتشوفوا. شاء الله إن شاء الله نوعدكم بزيارة إن شاء الله جميلة، وإن حلقة خاصة إذا تحب يعني تبعث لي فد صور ومناظر عن قطر، أسوي حلقة كاملة على قناتنا وعلى قناتي أيضا الخاصة. اليوم في مناطق مثل اللؤلؤة لوسيل فيها تملك حر، ما شاء الله. تشتري لك شقة إن شاء تاخذ الله نويت. مكان عندكم. يعني تيجي زيارة مثلا سنة سنتين ما في مشكلة، بس في إقامات على السكن. لو شريتي بيت حلو. تشتري إقامتك، تقدر حتى $1,000,000 تفتح شركة على السكن، تفتحي يعني الصحة، التعليم. نعم في أشياء حلوة لازم تيجي تشوفوا. بس الصيف شوي نقول لكم روح أمريكا بعدين ارجعوا. دكتور أنا ولايتي نفس جو العراق تقريبا والخليج. إيه احنا أنا تعال هسه ربيع، هسه احنا ربيع عندنا، يعني خريف جميل جدا. اليوم لو تيجي قطر يعني جو فظيع. وبكرة بعد فترة يعني من اليوم لشهر 3 4 لرمضان هيكون جو، حتى الصيام جونا هيكون ان ممتاز. شاء الله ان شاء الله برمضان بلكي سنحت لنا الفرصة ايضا حتى نروح الحج والعمرة ان شاء الله. ان شاء الله دكتورنا الغالي، شكرا لهذه ايضا التوضيحات الجميلة عن دولة قطر العربية الشقيقة. إن شاء الله نزوركم وإن شاء الله نسوي فد شغل معاكم. يعني دكتورة عبير معاونة الأكاديمية رحبت هي وزوجها وعدي دكتور ليث العزاوي إن شاء الله أنا مرشحته. دكتور تتوقع سعر الذهب ينزل؟ دكتورة سالي تسأل. اليوم نازل. اليوم نازل. فايض عن حاجتك اشتري ذهب. اليوم أنا أنصح بأي مبلغ فايض عن حاجتك، وبعدين أنصح كل واحدة كل شهر تدخر لو حتى $100. عندكم في أمريكا أسعار الذهب كويسة، يعني ممكن تروح مول تلاقي يسوي نعم. لك عند الباب يقول لك 1 أونص بكذا، تدي $10,000 أو 3000 اللي هي 100 جرام، يعطيك إياها مرات $9,000 عرض خاص. دكتور احنا المحلات الامريكيه الاجنبيه ما عندهم ذهبنا ال21. لا عن 21، انسى ال21.
في الادخار والاستثمار اتكلم عن السبيكة. سبيكة. نعم. الاوقات عندكم الكوينز الكندي، عندكم الكوينز اللي هو 22. انت تشتري كوينز، نعم. تشتري سبيكة، تشتري بيور جولد. نعم. انا بالادخار ما اتكلم عن 21، انسي 21، انسي 18، انسي 22. نعم. خليك بيور جولد 24. تمام. اللبس انت حرة. زمان الامريكان كانوا يلبسوا 8 8 14 12، ما كانوا عندهم 21 و22. نعم. حتى اوروبا، حتى لانه صلب، الذهب هاي بكون صلب وبكون سعره رخيص. يعني ممكن تشتري انت حلق هذيك الايام. شكرا جزيلا لصاحب القناة، يوجه الشكر والتقدير لحضرتك وإلي. شكرا جزيلا دكتور محمد فرحان، مدير قناة الشمس الفضائية. نشكرك دكتور على إتاحة لنا هذه الفرصة الذهبية، ومع الذهب ومع الثراء. دكتورة سالي تقول 14 سعره مقابل الدولار الأمريكي. في اللي هو الدولار الكندي الذهب اللي هو 22، هي تيجي أونصة. نعم. هذا ممكن جيد أنها تقتنيه. يعني كل 10 أونصة بيجي بعلبة بلاستيك. ايه. ممتاز جدا اللي هو الجنيه. نعم. الكوينز 22. نعم. شيء كوينز، شيء سبيكة تقتنيه. المشغول تجيب السبائك عندي وأنا أسوي لها المشغول. تمام دكتور. أنا قبل فترة وينها هذه؟ شنو فرق بين الليرة الأصلية والليرة اللي يسموها شلون يسموها طبع أو يعني نسخ؟ وشلون نعرف؟ بريسنج مضبوطة. أي. الماس يعني هي شوف الجنيه اللي هو الجورج الإنجليزي واضح في أي شيء ملمسه سوفت يعتبر هذا أصلي. سوفت. بعدين أنت ممكن تشوف اللي عندك هذا أي بلد. أنا أكثر ذهبي من العراق أشتري. لا الكوينز هذا إيش مكتوب عليها؟ ولا منتبه إيش مكتوب عليه، ما أعرف. جورج، كندا، السعودية، مصر. يكتبون عليها يعني. إيش مكتوب؟ ادخل على النت شوفي. نعم. هاي كم الربع وزنه وزن اللي عندك، لأنه بعض الأوقات أي. المقلد ما يكون نفس الذهب الحقيقي. نعم. لأنه ينطبق أشياء خفيفة. هاي اللي عندك تيجي ربع ونص وجنيه 2 باوند. يعني إذا كان فإذا كانت ربع تنوزن كم جرام؟ الربع يكون 2 جرام والنص 4. هاي من زمان قديمة جدا ما أخذتها. أبشرك من الحين هذا مطبوع برنت مش أصلي. نعم. دكتورة سالي شو تقول؟ تقول شنو ذهب 14؟ مثلا فعلا فكرة الشراء بالعملة. اي صحيح دكتورة، يقول يعني اشتروا بالعملة. اي صحيح. ما أعرف شنو تقول ذهب 14 بي ذهب 14. هم أنا أعتقد دكتور اشرح لنا عن فكرة شنو ال 12 شنو ال 14 شنو ال 21 أو 22. نعم. نقول إنه الأونصة اللي هي 999 اللي هو الذهب البيور يعتبر 24 درجة. نعم. 24 درجة اللي هو عيار 24. ال 21 يكون خلطنا الذهب 3 درجات فضة ونحاس.
ال 18 خلطناه 8 درجات، ال 14 خلطناه 10 درجات فضة ونحاس. عرفتي؟ نعم. كل يعني كل قراط أو كل يعني من ال 24 الذهب البيور 24 يعتبر 20 24 وحدة. كل واحدة نزلنا فيها حطينا نحاس وفضة وزنك. نعم. نستخدم نقويه، كل ما زدنا قويناه. تقوى، تقوى يعني الحلي حتى يكون قوي ما ينكسر. ايوه صحيح. نعم. وسعره مناسب. يعني اليوم العيار ال 24 يعني يعتبر حوالي 90 دولار او 86 دولار. فانا محتاج البس نفس الوزن ب 50 دولار، اخذ عيار ايش اسمه 14. نعم. عندي نفس الشكل بنص السعر. هالشكل يعني هذا شكله طبعا. العربية ال 21، الأوروبيين 18، الإيطاليين ولا الأوروبيين، الإنجليز 14، الأتراك 14، الأمريكان من 8 لا 18. اليابانيين أكثر شيء البلاتين. نعم. يحبوا البلاتين أكثر من الذهب. نعم. دكتورة سالي، كتبي لي على الواتساب على رقم 919 على رقمي الأصلي الكتابة. مدى أشوف هذا يحتوي على مدى أقرأ زين شنو بس هو قصدها تقول هذا على العملة، تقول ما أعرف قصدي العملة، وبعدين تقول قصدي الذهب عيار 10. العيار 10 يكون في 14 وحدة فضة ونحاس. نعم. إذا كان احنا نبي نخليه لون أحمر نزيد نحاس، إذا نخليه أصفر كثير نزيد الفضة. بين جولد، يعني البين جولد يكون نسبة النحاس عالية فيه. تمام. اليوم يكون الفضة أزيد فيه. تمام. هو صحيح. سألت عن موضوع الدولار، أنا مش فاهم أقصد إيش سؤالها. يعني تقول نقتني ما أعرف يعني قصدها إنه نقتني الفلوس. هو يقول يعني اقتنوا إنه ننوي نجمع فلوس حتى نشتري بها ذهب، ننوي حتى فعلا نشتري بها. الدولار الكندي هو ذهب مش عملة. مو عملة. أونصة هو عبارة عن عملة كندية ذهب، زي الدولار الفضة مثلا عندكم في أمريكا في عمل فضة، في عندكم عمل ذهب تطلع ببعض المناسبات التذكارية. بس إنه إذا في دولار ذهب ممتاز. في بريطانيا في الجنيه لو جورج اللي هو 8 جرام ذهب 22. وكل دولة في أشياء ذهب للذكرى تسويها، وفي تنزل كل شهر عمل ذهب. هذا القصد مش العمل الورقية. فيكون يعني ممكن سعر أقل أكثر شوي من الذهب، ياخذ عليه مصنعية شيء بسيط، بس في الادخار يرتفع سعره. نعم. أنا كان قصدي شنو؟ بالنسبة لفرق الدولار، يعني احنا صح رح نقتني ذهب، لكن لما نحول الدولار الكندي ربح لنا أكثر. لما نشتري، أنا شخصيا أنا عندي جنسية كندية، فراح أروح لكندا أشتري الذهب اللي أريده بفرق سعر. يعني الدكتور الثاني فكرة كلش حلوة طبعا. العمولة بفايدة على الفكرة، مش بلاش. أريد عمولة. تدلل عاد دكتورة سالي، هي طاقة ثراء وطاقة عطاء يعني.
دائما عطائها جميل يعني، الله وتحب هاي المواضيع. الله يوفقك. ان شاء الله يا رب بخير، ولقاءكم ممتع وشيق جدا حبيبتي. وحبيت انها تطرق يعني. لكن انا عندي سؤال يعني. اي طيب لما احنا اكثر الناس لما يشترون ذهب يشترون الواحد وحتى لو 18 يعني يجي ينظروا له نظره يعني ممكن يشترون ممكن ما يشترون، خصوصا العرب يعني. اي طيب ليش يعني شنو فائده الذهب 14؟ يعني مثل ما تفضل الاستاذ قال انه مخلوط فضه مخلوط نحاس، فاني لما افكر به اقول انه هو افيد للجسد ايضا، انه مثل ما تعرفين النحاس. اي طبعا النحاس يعطي طاقه، يفرغ طاقه اي نعم صحيح. والفضه ايضا، فمعناها ذهب 14 له فوائد كثيره اكيد يعني. بس المشكله دكتورة تسافر تركيا بتلاقيه بكميات كبيرة. اي تركي. احنا هنا حلوة. احنا هم ايضا عندنا دكتور، احنا هم ايضا عندنا وايد الاشكال اللي انت تحبوها العربية اي تلقوها باسطنبول بكثرة الاشكال، و14 يكون سعره معقول. اي احنا هنا غالي، احنا هنا غالي صح. مصنعية هاند ميد، الهاند ميد غالية. صحيح صحيح. احنا عندنا في قطر يعني انا كمصنعي يعني يكون من $10 ل $15. في امريكا ممكن يكون $30-40. بالضبط. عندي ينباع بالقطع، ما ينباع بالجرام. آه. يعني على القطعة. ايوه، يعني مثلا في ماركة دبلت حوالي $25,000، ممكن نعم انا اصنع اياها $2000. بالضبط دكتور. عندنا هنا ميسز بالمول. اشتريت يعني كلش احب خواتمهم غريبة يعني اطوارها حلوة بس غالية جدا لا تقول يعني. عشان لا دفعوك غرامة بكره اشتكوا. شلون؟ لا تقول اسم الماركة بعد دفعوك غرامة. لا 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 جميلة، أنا دا أقول أحبها يعني اسمها حلوة، دا أشتري دائما من عندهم لأنها جميلة جدا وغريبة، أشكالها غريبة. وتبقى يعني لابستها وتبقى ما يروح، هي ذهب 14 هاي شغل وماس. الهبي دائما. أي هو أي الدايمون اللي عندهم أي. وبعدين يا طويلة العمر نعم في عندك الله يسلمك الفضة المطلية ذهب. هم في أمريكا دائما يستخدموا الفضة المطلية ذهب، بالضبط. يعني يكون سعرها مناسب جدا. يستخدموا أحجار اللي هي مصنعة، وفضة يكون سعرها قلادة رخيصة. والله حلوة، أنا كلش أحبها هاي الماركة، دائما أشتري من عندهم لأن الخواتم مالتهم غريبة شوية، شكلها حلو. أنا أحب الأشكال الغريبة يعني، ما أحب أشوف كل واحد لابس مثله، فأنا أحبها هاي الماركة، دائما أجيب من عندها. هي ذهب 14 و12 I think، وفضة مثل ما قلت مطلية بذهب وبيها أحجار جميلة جدا أيضا. أي فقط أنا أتمنى يعني هذه مشكلة. نعم لا مشكلة، في مشكلة ما أدري على إيش علقت. تقول فعلا أستاذ هذه مشكلة. على إيش إحنا إيش ما أعرف شنو المشكلة. ست نور، ست نور شنو سؤالك؟ ذهب بالطاقة. اي ذهب طبعا طاقته جميلة، وتكلمت ببداية الحلقة. اكيد احنا كتبينا دكتورة سالي، كتبي لي على الخاص، خلي اشوف شنو هذا مشكلة. ايضا احنا نشكر دكتور علي الحسيني اللي عرفنا على حضرتك. فعلا انت طاقة ثراء وطاقة وصديق غالي علينا ان شاء الله، والأكاديمية وقناة
قناة الشمس الفضائية. نشكر دكتور محمد فرحان المخرج مدير القناة، نشكره لإتاحة لنا هذه الفرصة، وأرجو منك دكتور أن يبقى على التلفزيون شغال مدة 10 أيام. أنا ما علي، ما أقبل بيومين 3. أريد هذا الفيلم يبقى شغال. وممنونين لك جدا، نوجه لك ألف تحية وألف شكر لك ولقناتك الموقرة. أيضا إحنا تعبناك دكتور هاني، يمكن اليوم سهرناك أيضا، بس أنا عندي بكرة لقاء في تلفزيون قطر الساعة 10 الصبح، وعندي لقاء في قناة دجلة العراقية يوم الخميس الساعة 11. نعم. والحمد لله يعني صرنا إن أنا أفيد الناس. عندي الحمد بعد لله. كم يوم محاضرة بلغة الإشارة للصم حلو. عشان البنات يفهموا بعض الأشياء عن الذهب. وعندي حلو. محاضرة جامعة من جامعات في الدوحة على موضوع الادخار في الذهب وليس بالماركات، فهنخرب شوية على سوق الماركات. نعم. هو أي شيء نشتريه في ذهب خلاص هو ادخار جميل. يعني أنا في بنت تاخذ ماركة ستانلس ستيل بمبلغ وقدره. أي والله غالي. صح. تاخذي قريبة من ذهب أحسن من الستانلس ستيل أو هذا الفضة، يكون سعرها كثير غالي. ممنونين دكتور محمد، شكرا جزيلا. يقول تدللون. بس تكلم عن البلجيكي ما فهم ايش ها السؤال. تقول دكتورة سالي، كل الشكر والامتنان موضوعكم. دكتور شلون شو يقول؟ لا كاتب تدللون. صار وتدللون. ممنون. ايش للماس ولا ايش كاتبه؟ تسأل عن شنو البلجيكي؟ شنو سألتوا على البلجيكي؟ منو سأل على البلجيكي؟ ما أعتقد. هي قناتنا هذه تبث من بلجيكا دكتور. ما شاء الله. الله يوفقكم الله يخليك يا ربي. أكبر شريحة من العرب يستفيدوا من الكلام، وإحنا على استعداد إعطاء دورات وإعطاء محاضرات وإعطاء حتى نفهم الناس كيف يبدو تجارة الذهب وكيف يبدو الاستثمار والتخزين. نعم. تكون إن شاء الله مجانية وتفيد إن شاء الله. أتمنى الكل يستفيد من فترة ارتفاع أسعار الذهب. العالم كله يستفيد من العرب، خلي العرب يستفيد يوم من العالم. نتمنى يعني إن شاء الله يا رب. إن شاء الله مستقبلا أن لقاءات معك ممتعة بهذه الطاقة الجميلة. شكرا دكتورة سالي، شكرا حبيبتي. تقول شكرا دكتورتنا ملكة الطاقة الإيجابية. شكرا إلك أنت أيضا أميرة الطاقة الإيجابية. ممنونين منك. احنا دائما كل شيء إيجابي نحب نسوي وياه لقاء ونحب نتكلم عليه لفائدة مجتمعنا ولإكثار من التوعية والتنمية وتطوير الذات بكل مكان من العالم. احنا مستعدين، احنا وكادر الأكاديمية، أكاديمية International Academy ABT بالولايات المتحدة الأمريكية. اللي عنده بعد سؤال حتى الدكتور موجود إن شاء الله. قناتنا تبث، يقول دكتور محمد، لكل قناة العالم. شكرا لك دكتورة عبير. من الدكتور محمد أي قناة بث يبعث لي التسجيل، يعني يبعث لك إياه وتبعثي لي التسجيل. هو راح ينزله على اليوتيوب وأنا أيضا راح أنزله على قناتي، على قناة اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا كلها راح تنزل عندي هذه الحلقة.
لأن تعرف أنا آدمن يعني ضمن الكادر اللي نقدر نشير يعني. أبي أضمن عدد مشاهدات، يعني نبي نشوف كم عدد. طبعا أكيد 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 إن شاء الله. أيضا أنا عندي مشاهدين كثار، لكن تعرف الوقت يتفاوت بين الناس وأيضا مشاهديني أكثرهم مع القناة أيضا. دكتورة كوثر شكرا جزيلا حبيبتي، ممنونين إلك، ممنونين كل المشاهدين اللي اشتركوا واللي سألوا. أي أكيد راح يبعث لك دكتور محمد مشكور الرابط لحضرتك، وأنا إن شاء الله أيضا راح أبعث لك إياه. نشوف عدد المشاهدات عشان إن شاء الله نتشجع مرات أخرى، يعني إن شاء الله حتى مرات قادمة أخرى إن شاء الله نكون بموضوع الثراء. أنا نويت الثراء لدكتورنا وشخصيتنا الراقية اليوم أسعدتنا جدا، وضعت البهجة عندنا، مواضيعك جميلة وأشياء يمكن كنا ما نعرفها اليوم أنت أنطيتنا إياها. إحنا شكرا لك، شكرا جميع المشاهدين، شكرا دكتور محمد، شكرا دكتور علي الحسيني اللي عرفنا على حضرتك. والله يحفظ قطر الحبيبة كل شعبها، وتحياتنا إلى شيوخكم ورؤسائكم مملكاتكم والناس الطيبة اللي تسعى أن كل شخص يسعى أن يطور بلده ويجعله بهذا الجمال. الله يطول بعمره ومزيد إلى من التقدم والنجاح. الله يجزيك خير، ونشكرك على اللقاء، ونشكر الدكتور علي، نشكر المخرج، وهذا أسعدنا وأثلج صدورنا نكون معاكم ونفيد كل العرب في أوروبا وأمريكا وبلجيكا وكندا. يكون أي واحد يبي أي موضوع وأي شيء أنا حاضر في أي وقت، وأعطيه رقمي بس يتواصل مع الواتساب إن شاء الله يدللون. وأيضا دكتور ليث هسه أصور لك إيش كتب عنك. دكتور ليث العزاوي هسه راح أصور لك وأدزها إليك. كتاب شخصية محبة للخير وناجحة ويحب الرياضة ويحب عمل الخير ومتفائل وناجح بحياته. هو يحلل الشخصيات من خلال الصورة. الله يجزيه خير. أصورها لك وأبعثها خاص. دكتور ليث يجينا قطر نلعب معاه. يلا هاي دعوة أنا وياك دكتور. يلا نربط الأحزمة من هسه. غير الجو وشوف الدوحة إن شاء الله إن شاء الله ممنونين. يعني من ضمن مشاريعك العلاج بالطاقة بالأحجار يعني في ناس كثيرة حابة هالشيء. إن شاء الله إن شاء الله دكتور إحنا حاضرين. الرياضة الدكتور ليث عنده إن شاء الله حاضرين ضمن أيضا كورس جديد هو يعالج بالأحجار والطاقة والقرآن الكريم وبأسماء الله الحسنى. كل اسم أفعله بالجسد حتى يفعل كل نقطة طاقة بالجسد. أنا أعمل مديتيشن كامل لهذه النقاط. أو ثقافة الناس في الأمور لازم أول يتثقف يعرفوا، لأنه ممكن طبعا يدخلوا بموضوع ثاني. لازم يكون هو واعي بهذا الشيء ومتفهم، وهو حابه، هو رايده، يعني غير شيء ما نقدر نعالجه يعني. أكيد. شنو الحجر هذا اللي يخليني يعطيني طاقة؟ فسبحان الله كل شيء نفس العلاج عبارة عن مواد مختلفة ممكن تكون عندك في البيت أنت ما تعرف تخلطها، ما تعرفيها بالضبط. هذا سبحان الله. يعني الإشعاع النووي يسبب سرطان، ممكن يكون في حجر يعالج هالإشعاع بالضبط. قدرته سبحان الله إذا استعملناه بصورة صحيحة. بالضبط. صحيح. احنا تعبناك اليوم، شاكرين وجودك الراقي ويانا دكتور، وممنونين لك والكلام معك لا يمل صراحة، يعني جميل جدا وأعطانا طاقة عالية.
الله يسلمك. بكرة على قناة قطر، تلفزيون قطر الساعة 10. إن شاء الله إن شاء الله تنور الشاشة وأيضا أنا يمكن لقائي بعدك على دجلة أيضا تواصلت القناة وياي يوم الخميس من بين الساعة 10 و11. تابعونا إن شاء الله. إن شاء الله ما يسركم إن شاء الله. إن شاء الله. بس دكتور ما حد يعطينا هيك مساحة عالية إنه نعرف كل شيء اللي نريده. والله أنت قناتك تقدري، بقنوات الناس يعطوك وقت محدد يعني ما يكفي انه تشرح اكثر شيء ممكن نص ساعه، هذه اذا كانوا حبوك. اي صحيح. لكن اضم 10 دقائق 9 12 11 ما تكفي ما تكفي بالضبط. ان شاء الله احنا نسوي قناه ونبث فيها كل اللقاءات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هذه قناتك واي وقت اني موجوده وبث اي شيء. ابعث لي صور، ابعث لي فيديوهات عن شركتك ومصنعك ايضا واني انشرهن هنا. ابعث لك بكره اللقاء، بكره ان شاء الله. ان شاء الله. وهذا احنا حب انه الناس تعرف معلومات صحيحه. انا صحيح عندي مصنع وتاجر وحب الثراء، لكن نعم. بعد ساعد الناس يفهموا الشغله. انا بعض زملائي او التجار لا تفهم الناس في عيار، لا تقول لهم انه الذهب يزيد اذا صنعنا. يا عمي خلي الناس تعرف، خلي الناس تعرف. نعم. وهي تختار المكان المناسب. يعني قبل بالضبط لقاء قناه دجله تكلموا عن الذهب اللي فيه حديد، كانوا هم منصدمين وصاحب المصنع يضحك يقول لا عادي عادي انه الذهب يكون. سمعته. انا سمعته. مش عادي ان انا استخدم احط سبرنج حديد بالذهب. انا احط ذهب عيار اقل، بدا يعني مثلا اسوي سبرنج عيار 14 ما اخلي حديد. فهذا تمام. شكرا. وشكرا لكل المتابعين. الله يخليك. احنا نشكرك جدا، نشكرك لوقتك الثمين والمعلومات الذهب. المعلومات الذهب انت ذهب واغلى من الذهب ومعلوماتك ذهب. يا دكتوره الله يخليك جزيلا على اللقاء. الله يخليك. نشكر دكتوره عبير تقول انت طالعه ذهب مع الذهب. لقاء حلو مميز. نشكرك دكتورة، نشكر كل متابعينا الكرام، نشكر دكتور محمد والقناة، وتحياتنا وتصبحون أنتم على خير وإحنا مساء سعيد. إن شاء الله. السلام عليكم. سلام رحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.